في الفيديو ده هنتعرف على الشيبس الأشكال. تعالوا نشوف. دول الأشكال اللي عندنا، طريقة استخدامهم زي بعض بالظبط. نبدأ بالمستطيل. هرسم المستطيل وهطلع فوق واختار لون الامتلاء بتاعه. الاختيار الأولاني بيلغي الامتلاء، يعني مش بيبقى فيه امتلاء أصلا، والتاني بختار منه لون للامتلاء. ممكن كمان اختار درجة لون من صورة انا ضايفها بالشكل ده. وممكن من هنا بختار تدرج لوني. بلاقي هنا في تدرجات لونية كتير، بختار التدرج اللي انا عايزه. ممكن اختار تدرج من لونين معينين انا عايزهم، يعني محددين. بختار من هنا اللون الاول، وبختار من هنا اللون التاني، ومن هنا بنغير زاوية التدرج، وكمان من هنا بعكس التدرج، ومن هنا بنغير في نعومة التدرج، وممكن اغير في نوع التدرج، وممكن اضيف لون ثالث بالشكل ده، او الغي لون بالشكل ده. وممكن كمان اختار شكل نقش، وكمان اغير في السكيل بتاع النقش. وممكن نغير في حجم الستروك اللي هي الحدود من هنا، او بضغط كليك واتحرك على كلمة ستروك، وبنختار لون الحدود زي الامتلاء بالظبط، نفس الحاجات بتاعت الامتلاء بالظبط. لو عايز المستطيل يترسم معايا مربع بضغط على شيفت وانا برسم المستطيل. الشكل اللي بعده وهو المستطيل اللي الحواف بتاعته دائرية، بطلع فوق واختار نصف قطر الدوران، وبعدين ابدأ ارسم. باقي الاشكال زي المستطيل بالظبط في الرسم. نشوف الشكل اللي بعده وهو الدايره. بضغط كليك عليها وارسمها. لو عايز الدائره تترسم دايره ما تترسمش شكل بيضاوي بضغط على شيفت وانا برسم الدايره. الشكل اللي بعده وده المضلع، برضو بطلع فوق اختار عدد الاضلاع اللي انا عايزها وبرسم. اللي بعده شكل الخط، وده بطلع فوق برضو واختار سمك الخط وارسم بالشكل ده.